السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمرحبا بكم الأخوت في فيديو جديد. فغادي نشارك معكم واحد المنتوجات اللي خديتهم المهم وصلوني اليوم، فتقريبا استغرقوا تقريبا واحد 22 ولا 23 يوم. اللي بغيت نقول لكم هو هاد الكوموند هادي، يعني منين خديتها عطاوني، ملي كنجي كنبغي ندير تتبع كيعطيوني جوج ديال لي كود ديال التتبع. تقريبا كاينين بزاف ديال الدراري اللي وقع لهم نفس المشكل، ولكن كما كتشوفوا يعني جاوني دقه وحده بلا حتى مشكل. اللي بغيت نقول لكم هو ان الطريقه هذه ولاو كيديروها سبيطاف، يعني شركه ديال الشحن، باش يتفاداو الديوانه. مثلا انت خديتي واحد مثلا 7 ولا 8 ولا كذا، مثلا هما كيشداو كيقسموها لك في جوج ديال الكوموند باش يتفاداو الديوانه. وتقدر مثلا تجيك انت وحده مثلا اليوم، وتقدر الاخرى ما تجيك على واحد 3 ايام ولا 4 ايام، يعني هما كيفرقوهم باش ما يكون حتى مشكل في الديوانه. كما كتشوفوا هذه الكوموند، خديت هاد ليزيات، تقريبا خديت 3 ديال ليزيات ل4. غير هو كاينين شي حوايج اللي ماشي ديالي، ديال واحد الصديق كاين حدايا ساكن حدايا، طلب لي هاد المنتوجات هادو وخديتهم لي معايا في هاد الكوموند هادي. يعني خديت تقريبا شي 7 البرودويات كما كتشوفوا، هاد اللعيبه هادي وهادي وهاد ليزيات راه ماشي ديالي. وخديت كذلك واحد الساعه ديال البنات اللي خديت انا، هو 3 ديال ليزيات. المهم من هادشي كامل راه خديتهم ديك التركيبه الثلاثيه ديال من 3 حتى ل 10. غادي نخلي لكم اللين ديال يعني هاد المنتوجات اللي تقدروا تاخذوهم في كليه وحده بلا ديوانه بلا والو، كيكونوا بطبيعه الحال رخاص. فالاغلبيه ديال هادشي اللي خديت هنا يعني من 30 درهم حتى المهم تيكونوا رخاص بزاف. اما الا جيتي تاخذهم من غير التركيبه الثلاثيه فكيكون الثمن ديالهم 60 درهم 70 درهم على حسب كل منتوج. بطبيعه الحال الا كنتي اول مره غادي تشري، ملي غتدخل لهاد اللي غتلقاه في اول تعليق، فيعني تيعطوك واحد الليميت ديال المنتوجات، مثلا تقدر تاخذ 3 ديال البرودويات. اما بالنسبه للناس اللي كياخذوا ولا سبق لهم وخداو، فيمكن لك تشري من 3 حتى ل 10. اللي بغيت نقول لكم هو مثلا بغيتي دوز المهم بغيت دوز كوموند ديالك، مثلا بغيتي تشري انت واحد 6 ولا 7 ديال البرودويات، ما تحاولش دوك 6 ولا 7 مثلا يكونوا نفس الشيء، مثلا تاخذهم كاملين ليزيات ولا تاخذهم مثلا كاملين كاسكيطات، ولا مثلا يعني حاول شي شويه تنوع باش ما تواجه حتى مشكل. هذا الشيء تنقول لكم غير احترازي، يعني كتتفادى واحد الحاجه، ولكن راه ما كاين حتى مشكل. راه حد الان راه كاينين شي كوموندات اللي خديتهم كاملين ليزيات وما عمر يعني شي مشكل وقع، ولكن ديما تنعطيكم بعض النصائح اللي تقدر يعني تفاداو بهم شي مشاكل الى قدر الله. كما كتشوف هادو هما البرودويات اللي خديت هاد اللعيبه صراحه ديال داك الصديق هو اللي بغاهم، ما عرفتش انا ديالاش هاد الشيء. المهم هادشي راه تيكون في التركيبه الثلاثيه، غادي نخلي لكم الرابط اللي بغى ياخذ منهم. كذلك هاد اللعيبه هادي هي راه بحال هاد اللعيبه، ما عرف كدير واقيلا كدير في العنق ولا. وهاد الكريطينات راه ليزيات كما كتشوفوا، هاد كاينه ديك الصفراء وكاينه البيضاء وكاينه، فهادو الاثمنه ديالهم يعني تيكونوا هابطين بزاف، تقريبا كتاخذهم بواحد 30 درهم ولا على حسب. وملي تيكونوا شي عروض ولا شي حاجه راه كيكون الثمن ديالهم كينزلوا بواحد درهم ولا 2 دراهم. فهادشي كامل كنشاركوه معكم في المجموعات ديالنا، سواء على التليجرام ولا على الواتساب ولا كذلك المجموعه ديال الفيسبوك. بالنسبه اللي بغى يشري شي حاجه وبغى المهم بغى ياخذ واحد الفكره ولا بغى يسول، فكامل هادشي غتلقاوه في اول تعليق. باش يعني قبل ما تشري ضروري يدخل سول باش تعرف اشنو غادي تشري واشنو. المهم هاد التركيبه الثلاثيه كما كنقول لكم راه بلا ما تسول مباشره اي حاجه كتاخذها فراه كتجيب لها ديوانه، واللي زوين كتجيك في كوموند وحده كما كتشوفوا ديال القناه ديالنا على الواتساب. فيعني كنشارك معكم اي منتوجات كيجيو بلا ديوانه، وكذلك التليجرام الناس اللي عندهم التليجرام. فكنصحكم بهاد الجوج هادوها، لانك ملي كتدخل مباشره كيعطيوك البرودوي، على عكس الفيسبوك. كما كتشوفوا هذه التركيبه الثلاثيه، كما كتشوفوا هذا المنشور هذا تقدر يعني تشري من 3 حتى ل 10 بلا اي مشاكل. انت ملي كتدخل كتلقى ليان كتدخل مباشره كيعطيوك دوك القائمه اللي كتختار منها. كما كتشوفوا كاينين بزاف ديال البرودويات، فالاغلبيه ديالهم 30 درهم 20 درهم 40 درهم على حساب كل واحد والاثمنه اللي غيطلعوا ليه. مثلا انت ملي كتبغي تاخذ شي حاجه كتضغط على الزائد ديال داك البرودوي اللي بغيتي تضيف، وراه كيضاف لك لتحت. كما كتشوفوا كتجي هذه اختياراتي، كتكون انت درتي واحد 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6 ولا 7 هاد البرودويات على حساب داكشي اللي بغيتي. كدوز للمرحله الاخيره ديال باش تاكد الطلب ديالك. هنا الا كنتي اول مره كدير عنوان الشحن كدير داك العنوان اللي بغيتي، فكنصحكم ما تغلطش في مثلا في الرقم ديال الهاتف ديالك وفي المدينه وفي الكود بوستال. وكذلك طريقه الدفع كدير الطريقه ديال الدفع باش غادي تتخلص، وكدير الدفع الان وكدوز. وبالنسبه للدراري اللي كيسولوا على كيفاش دير تتبع الكوموند ديالك، فراه يمكن تتبعها من التطبيق ديال علي اكسبريس، ولكن ملي كتوصل مثلا ملي كتفوت الديوانه ملي كتفوت الجمارك، يعني هما اصلا يعني سبيطاف كل مره كيصيفطوا لك واحد الجيميل ديالهم، كيصيفطوا لك المعلومات مثلا الشحنات مثلا وصلات مثلا. المهم انت ملي
تفوت ديك 15 يوم ولا 20 يوم كما كتشوفوا نفس واحد المثال على هذا الجيميل هذا، كيصيفطوا لك الرقم ديال التتبع وكدير لي كوبي وكتدخل عندهم الموقع ديالهم. الا ما دخلتيش مثلا من التطبيق، فالتطبيق سبق شرحته لكم في واحد الفيديو من قبل. المهم انت كتدخلي على سبيداف كما كتشوفوا، كطبي داك الكود ديال التتبع وكتقدر تتبع الكوموند ديالك وتعرف مثلا ملي كتوصل للمدينه ديالك فراه كيعطيوك واحد الرقم ديال مثلا ديال داك السيد اللي مكلف، وتقدر تواصل معاه ولا كترد البال مع التليفون ديالك واحد 3 ايام ولا 4 ايام، فراه كتوصلك بلا مشاكل بلا والو. بطبيعه الحال اي حاجه كنشاركها معكم فكتكون يعني عن طريق سبيداف كتجيك بلا ديوانه بلا والو وبزيرو درهم في التوصيل، ما كتخلص والو. جميع الروابط اللي شرحت لكم دابا غتلقاوهم في اول تعليق، لا القناه على الواتساب، لا على التليجرام، لا كذلك على الفيسبوك، لا على التركيبه الثلاثيه، باش تقدر تاخذ هذه المنتوجات بلا اي مصاريف اضافيه.